الزمالك بسهام ملوك الفراعنة يعلن الحرب. الأهلي يحلق بنسره الاف 16. محمد صلاح وفيديو ناري كان ممكن يكون أفضل من كده، ولكن ليس في الإمكان أفضل من مكان. يجب إيقاف الدوري المصري مؤقتا وتأجيل المباريات زي الجزائر، عشان ما ينفعش نلعب ونستمتع ونتمتع والأطفال اللي من حقها اللعب ومن حقها الاستمتاع بتموت وبتتقتل، مش كل يوم، كل دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورب تكونوا بخير إن شاء الله دائما وأبدا. بيان مشرف من الزمالك والأهلي، من نادي الزمالك ومن النادي الأهلي ومن بعض الأندية المصرية. فيديو محمد صلاح وتأجيل مباريات الدوري المصري. هنتكلم في الثلاث اربع نقط دول ونفصلهم واحدة واحدة مع بعضينا. مش هطول على حضراتكم. لو حضرتك مستعجل مش عايز تعرف الموقف، الكلام مش لحضرتك طبعا، كلام للناس اللي عايزة تعرف الموقف، الناس اللي بتعرف تفصل ما بين المتعة الشخصية والإنسانية والواجبات الدينية والوطنية، ما بين اخواتك في الدين والوطن وعيالك واهلك. الناس اللي عايزه تسمع متعه وخلاص، انا اسف، انا مش بقدم متعه. انا محتوى رياضي، بحب نادي الزمالك ولكن يعني حزين على اللي بيحصل. ما اقدرش، ما ينفعش، مفيش مله بتقول ان انا اطلع اتكلم على متعه ترفيهية، لعبة ترفيهية وتفاصيلها، وده جا وده راح وده هيجي وصفقات والكلام ده، وفي أطفال بتموت، أطفال أبرياء الأشلاء بتاعتها في كل حتة بتتلم. لو حضرتك قلبك ضعيف أو قلبكم ضعيف يا عيني، مش قادرين تستحملوا تتفرجوا ولا أي حاجة ولا تسمعوا حتى كلمة حق، براحتكم. هدخل في الموضوع على طول ان شاء الله. الاهلي او الزمالك ايا كان الاول، ده مش وقت طبعا. انا موقفي كبورتامنتو، انا يعني ما بحبش الاهلي في منافسه. من ناحيتي انا منافسه شريفه، من الطرف الاخر انا معرفش. ولكن في الازمات والمصائب احنا كلنا اخوات، لازم نتحد ويعني تطلع بيان. انا دعمت البيان وكلنا لازم ندعمه. النادي الاهلي، الزملكاويه لازم يدعموه، الاسماعيلاويه، نادي البورسعيدي المصري، الزمالك طلع بيان، الاهلاويه لازم يدعموا البيان بتاع الزمالك. ما تقولش ده بيقلد الدوله، ده بيعمل، ده شغل العبط، ده ما ينفعش، ما ينفعش نكبر. عمل بيان محترم النادي الاهلي. انا هوقف بس المباريات بتاعتي في كل العوائد الماديه بتاعت مباراه الاهلي الافريقيه مع تنزانيا او سيمبا التنزاني كلها لغزه. اللعيبه تنزل بلبس الدعم لفلسطين. ايه تاني؟ الحداد 3 ايام. بيان محترم، قرارات محترمة. نادي الزمالك نفس الكلام. في أندية نادي سموحة نفس الكلام، قال لك ما ينفعش ألعب والناس بيحصل فيها كده. الالتراس بتاع الزمالك طلع بيان قال مش هنروح مباريات، لازم المباراة بتاعت نادي سموحة تتأجل. ما ينفعش نستمتع وأطفالنا بتموت يا جدعان. يا جدعان انا مش طالع يعني ازايد على حد ولا اعمل على حد ولا اقول كلمه ولا ريتش ولا الزفت ده كله. يا جدعان كلنا شفنا المناظر، استغفر الله العظيم يا رب. المناظر يعني الله يرحمهم ان شاء الله، طيور في الجنه، ويعني ريحه المسك مغرقه غزه.
ربنا يكون في عون ان شاء الله المصابين، ربنا يشفيهم شفاء عاجل لا يغادر سقما. الاطفال في المستشفى قاعدين، انا يعني قسما بالله اجي المس اكل او شرب برميه وبشرب سجاير، بحرق في سجاير. انا مش احسن من الاطفال اللي قاعده من غير ميه ومن غير اكل ومن غير شرب. انا اسف اللي انا بتكلم في المواضيع، بس ما ينفعش يعني الغيها من عقلي ولا من دماغي او اطلع يعني اخليكم تنسوها باي حاجه. ما ينفعش، حرام حرام. كفايه ضعفنا وان احنا مش قادرين نعمل اي حاجه، وكفايه ان الغرب كله اللي احنا بنتفرج على المباريات بتاعته وبنشترك في بي ان عشان الدوري الانجليزي كفايه اللي بيحصل ده، ودوري ابطال اوروبا، وطلعنا ناس السما وبندعم فيهم بفلوسنا عشان يقتلوا في اطفالنا. محمد صلاح عمل فيديو اتكلم فيه يعني باينه، يعني هي باينه، مش طالع يعني اغلط فيه ولا حاجه عشان الناس بس اللي دماغها شبه الكيكه. باين ان في حاجه قدامه. انا هقول كلام يعني ايه تمثيليه مثلا، يعني تمثيليا من اللي عمله محمد صلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان مشرف من الزمالك والاهلي. فيديو محمد صلاح وتأجيل. انتوا اخدين بالكم اللي انا بقوله؟ انا يعني الكاميرا اهي، الكاميرا اهي، بص حط صباعي عليها، ومثلا الورقه محطوطه لي هنا ورا الكاميرا، فانا باصص اهي على الورقه مثلا، هتلاقي عيني جايه على الكاميرا، بس انني يعني بيغلط. انا التحليل في الكلام ده لان انا دي مهنتي، اخصائي اجتماعي واخصائي نفسي. الاهلي يحلق بنسره الاف 16 الزمالك بسهام ملوك الفراعنه. بص انا عيني على الكاميرا، انا معاك بس انا ببص في حته تانية عشان الكلام اللي مكتوب لي العاطفه ما تسحبنيش اتكلم في حاجه غلط. ده طبعا محمد صلاح محطوط في ضغوط، احسن لاعب في الدوري الانجليزي من الاخر. محمد صلاح ولا هالاند ولا زفت ولا تين ولا هباب ولا اي حاجه. محمد صلاح لاعب مسلم، لاعب مصري، لاعب عربي. الضغوط عليه ياما، شركه كوكاكولا، شركه بيبسي، اديداس، مش عارف نايك، مش عارف ايه الطيران، فودافون، الكلام ده كله. هو اتحط في الضغوط دي كلها، اتحط في الضغوط دي كلها. الراجل طالع يتكلم، مش راضيين احنا على اللي قال، لانه ما دانش الكيان الصهيوني الخنزير، ما دانهوش بطريقه مباشره. ولكن احنا عايزين ايه؟ لما قعدنا نطالب محمد صلاح ان هو يطلع، عايزين ايه؟ عايزين ان هو يقول كلمه تعمل ضغط، على الاقل يفتحوا المعبر عشان نقدر ندخل المساعدات. هو ده هدفنا. كان ممكن هو يطلع يغلط ويشتم ويعمل والكلام ده وينفعل. انا يعني متفق بنسبة 65%، مش راضي تمام الرضا ولكن متفق بنسبة 65%. يا رب يعني التويتة بتاعته دلوقتي جايبه 100 مليون مشاهدة، 100 مليون مشاهدة على اكس بس اللي هو تويتر. على انستا برضو شوف كم مليون لعيبه ليفربول كلها عملت له لايك وعملت له اعجاب والكلام ده كله. هو ده اللي احنا كنا عايزينه، بس يطلع يقول يعني بس ايه، افتحوا بس ايه المعبر. انا بطالب كل رؤساء الدول والقاده ان هم يفتحوا المعبر لغزه. بس يا عم الحاج شكرا، نركن بقى على جنب، خليك انت بقى ايه في الشغل الدنيوي، وانا عشان مصالحي ما تبص والدنيا دي. بس انت عملت ايه على قدك في المستطاع. خلاص يا عم شكرا شكرا، ان شاء الله يكون ليك تأثير عليهم. طلع متأخر ولكن افضل من ان لا يأتي، ان تأتي متأخر افضل من ان لا تأتي. بس خلاص مختلفين بس النسبة الأكبر بنسبة 65% متفق مع اللي قاله.
خلاص. نيجي للدوري المصري الدوري الجزائري. خلاص قال لك مفيش مباريات، لا فرق ولا منتخب ولا اي حاجه. فيش، احنا ما بنهزرش الكلام ده، مش بنهزر احنا. ينفعش اطفال بتموت، ما ينفعش الكلام ده. خلاص. الدوري المصري اتحاد الكوره عنده حلين: يا ايقاف وحاله حداد. الى حين بقى هم بارعين في كلام التاجيل والكلام ده. يعني الحاج عامر حسين المفروض ايه ياخد الخطوه دي، هو يعني رجل المؤجلات ورجل يعني دكتوراه في التاجيلات. يا اما يفتحوا الاستادات في كل المباريات بتاعت الدوري للجماهير كلها تخش، 80,000 مشجع يدخل، 80,000 مشجع يدخل يدعم فلسطين في الاستاد. هما الحلين دول. لكن 3000 وتعمل لي مباراة ونسمع صوت اللعيبة ما ينفعش الكلام ده. يعني هتكرهونا في النادي وهتكرهونا ليه كده؟ طيب دخل الجماهير كلها، الجماهير المصرية هتدعم طبعا 100%. يعني 90 دقيقة وما بعد 90 دقيقة هيفضلوا يشجعوا في كل المباريات بقى. وفلوس التذاكر لاتحاد الكرة المصري يبعتها تبرعات لغزة. هي دي الاستفادة الوحيدة اللي هنستفادها لو ما أجلناش المباريات أو ما وقفناش الدوري مؤقتا. خلاص؟ لو وقفناه مؤقتا برضو خير وبركة. بس هو ده اللي كان معايا النهاردة. أنا آسف على الغياب 3 أيام. يعني رحنا العاصمة طوكيو، كان في برضو ناس بتطالب فلسطين حرة والكلام ده، وقفنا معاهم برضو. مش هينفع نعرض الفيديوهات عشان اليوتيوب فيسبوك تيك توك بيمسحوا الكلام ده طبعا، هما ما بيحبوش الكلام ده. التيك توك طبعا البتاعة اتمسحت خالص، ضاعت الصفحة او القناة، معرفش بيسموها على التيك توك. يعني الحمد لله هبقى اعمل واحدة جديدة ان شاء الله. برضو ان شاء الله برضو هبقى مستمر معاكم برضو نتكلم، يعني نعمل توازن، عشان ما ينفعش اطلع اتكلم عن الكوره والصفقات والكلام ده. في انتخابات طبعا في نادي الزمالك، ان شاء الله كل التوفيق للقائمه الموحده بقى. كفايه خرا بقى، كفايه خرا بقى. ان شاء الله يوم 21 ينجحوا ونبدا بقى يعني نستقر شويه كده برضو، يعني استقرار. كفايه بقى، كفايه مرتضى بقى، كفايه يعني كفايه خرا بقى. صفقات بقى والكلام ده ان شاء الله. يعني النصر يبقى قريب لاخواتنا في غزة وفلسطين. يعني ربنا يقرب النصر ان شاء الله. وبعد كده كل واحد برضو اخواتنا يعيشوا حياتهم ويدخل لهم المساعدات ويبنوا كل اللي دمروه الصهاينة، واحنا نشوف حالنا ونشوف شغلنا. ويعني ربنا يسهل ان شاء الله. هطلع معاكم برضو على قد ما اقدر في كل الاخبار ان شاء الله. بس كده كان معاكم بورتامنتو. تنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناه وتشيروا الفيديو لو حابين، وتكتبوا رايكم في تعليق تحت. كان معاكم بورتامنتو، اشوفكم على خير ان شاء الله. سلام.